أوجهها لمشاهير السوشيال ميديا، ألا وهي أغلبكم يعني ما شاء الله شغال إعلانات وقاعد يدخل مبالغ طائلة، مو يطقون بريك يا حجية. عندنا مشكلة في الكويت، أكو ناس معسرين عليهم مديونيات 200 دينار 150 دينار، مبالغ صغيرة يعني، وبعضهم يعني قاعد يمسكون بالشارع بمقر عملهم ففيها إحراج اجتماعي وما عندهم، والله ما عندهم. وفي منهم بنات يعني الله العالم شنو ظروفهم، يعني انتم قاعد تدخلون مبالغ، شيل لك 2000 دينار روح التنفيذ بصليبية، تنفيذ المدني بصليبية، قول لهم يبانا ابي كشف بدفع، يعطونك 150 200 طلع لك 10 20 وتفك عوق. اعتبروها دفعة بلا، اعتبروها شارين جنطة من شانيل ومباقت. خل عندكم فايدة، يمكن احد قاعد يسويها. يعني فعلا اكو ناس الله العالم شنو ظروفهم وايا كان السبب. يا اخي ترى 2000 دينار انت قاعد تدخل 30 40 الف، 2000 دينار ما هي ضرتك. ويمكن احد من السوشيال ميديا قاعد يسوي او قاعد يروح يدفع الله العالم، ولكن اللي ما قاعد يسوي هالشيء يا جماعه اعتبروها دفعه بله عنكم وعن اهلكم. واللي فيكم ما له خلق يروح صليبيه خلي يبلغني، انا اروح مكانه ما عندي مشكله، يحول المبلغ اي المهم ندبرها وانا اروح ما عندي مشكله. وما تدرون شنو هالشيء عظيم عند رب العالمين يا اخي، كيف ان شخص يدعي لك وما يدري منو انت. والتنفيذ المدني موجودين 24 ساعه بصليبيه، لا تقول دوام صبح عصر ليل مغرب، موجودين. خالد عبودكه حمد غلم عهو فوز دانة ويرش، بسكم تخزنون فلوس تبرعوا. واذا تبون انا مستعد احدد لكم يوم اوديكم رحله، احطكم كلكم بباص اوديكم تدفعون وردكم. ومو بس المشاهير يعني، حتى اللي عندهم هوم بزنس غيره، يا اخي خذ لك 200 من المروح 200 دينار روح قطه طلع لك نفر واحد. يا جماعه والله ما هو رياء ولا منه، يعني انا توني كنت تنفيذ الاحكام عندي شغله قاعد اخلصها، فمع السوالف مع الجماعه قالوا لي عن حاله واحدة من البدون عليها مبلغ 300 وشيء كذي دينار، واللي طالبها رايحة منفذة عليها وساحبينها من مكان عملها. يعني تخيلوا بنية وتعرض إلى هالبهذلة على 300 دينار. يعني الحمد لله إن شاء الله موضوعها خلص، بس كان السكرتير مو موجود، فإن شاء الله باكر يخلص. وهذا اللي أنا عرفته بالصدفة، يعني أنا مرة هناك عندي شغلة وصدفة عرفت. فتخيل أنت كم حالة باليوم يصير لها نفس الموقف. فيا حبايبي يا مشاهير السوشيال ميديا، ما نقص مال من صدقه. يمكن قاعد تسوون اعمال خير ثانيه الله العالم، ما ادري، ما ادش بالنوايا ولا اعلم، لكن اهم هذا جزء لازم نلتفت له، لانه حرام. يعني مبالغ تافهه وقاعد يتبهدلون على الشوارع وما عندهم، فعلا ما عندهم. لو 10 من مشاهير السوشيال ميديا كل واحد يحط له 2000 دينار، هذه 20,000، يعني تطلع لك تقريبا 100 شخص عليه 200 دينار، والله ماكو شيء. وال2000 هذه قيمة دعاية ولا دعايتين يا أخي، اعتبر نفسك ما سويت هالدعاية، والله بيرزقك بدعايات أكثر. حسوا شوي على دمكم. وجد اللي ما له خلق من مشاهير السوشيال ميديا يبغى أعطيك رقم حسابي، حط المبلغ اللي تبيه وقول لي كم حطيت، أنا باكر أروح وأدفع. يا جماعة الخير، أنا ما أقدر أعطيكم كلكم رقم حسابي، لأن بالكويت في قانون اسمه ممنوع جمع التبرعات، فعشان لا ندش بمشاكل مع الشؤون. إن شاء الله باكر راح أمر التنفيذ وراح أشرح لكم الطريقة. كل واحد ترى ما ياخذ الموضوع نص ساعة، لو مبلغ صغير يعني. بروح هناك وبصور لكم سنابات، نرتب طريقة إنكم تروحون كل واحد يروح يدفع المبلغ، لا ترى 50 100 تسوي شغل، لا أحد يستصغر المبالغ. باكر باذن الله راح امرهم
وراح اشرح لكم الطريقه والاليه وين تروحون، واشرح لكم اوصف لكم المكان، وكل واحد يروح وبس. وايد ناس برا مشاهير السوشيال ميديا اللي عنده 200 اللي عنده 150. يا جماعه لا تعطوني اياهم، روحوا انتم روحوا احسن لك عشان تعرفوا المكان. وعشان احاول اسهل عليكم، في حالات ممكن احط لكم رقم الملف، تروح المطار تدفع، لا تروح